السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل محب ومتابعي قناة المصري لصيانة جميع أنواع السيارات. النهاردة بفضل الله هنبدأ نحول ماتريكس من مانوال لأوتوماتيك. كتير من الناس بيسألنا عن الموضوع التحويل، هل هو كويس أو وحش، وهل بيبقى فيه مشاكل بعد التحويل في العربية، او بيأثر على ايه وما مش بيأثر على ايه. ده اللي هنعرفه في الفيديو دوت. الفيديو هيكون كبير شوية لان احنا هنشرح فيه الموضوع بالتفصيل. هنتكلم في كل حاجة في الموضوع، وبالذات في العربية الماتريكس يعني. ونبتدي. العربية ديت مانوال موديل 2006 اهيت. معندناش طبعا غيارات. بدال 3 بدلات اهوت، بنزين، فرامل، دبرياج. احنا هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ان شاء الله نحل التابلو بالكامل. كل اللي قدامنا ده هيتفك، وبعد ما يتفك طبعا ان شاء الله هنبدأ نصور تاني. طيب احنا بنحل التابلو ليه؟ بنحل التابلو لان الكنترول اللي بيركب والضفاير كله تحت التابلو. طبعا بعد ما نطلع التابلو هنكمل الفيديو، وهنشوف بقى نبدأ ناخد الخطوات واحدة واحدة. كل اللي انا عايز الناس تفهمه في الفيديو دوت، ليه الناس اللي بتحول اوتوماتيك بعد كده، في ناس بتبقى الموضوع معاها طبيعي خالص وبتبقى العربية كأنها على وضعها، في ناس بتتعب جدا وبتعاني. الناس اللي بتتعب جدا وبتعاني طبعا انا قابلت منهم كتير. يعني سامحوني، في ناس بتسترخص في قطع الغيار، وبتيجي مثلا بندور على سعر كويس او اقل من سعر السوق، وده ما بيكونش هو الجودة اللي انت عايزها. هو ده بيكون سبب عدم الجودة اللي انت محتاجها. الجودة اللي انت محتاجها لازم كل حاجتي تكون على وضعها، وكل حاجة عشان تبقى على وضعها يبقى لازم اجيب قلبة كاملة، اجيب الضفيرة الداخلية والضفيرة الخارجية، اجيب طقم قواعد العربية بالكامل، بجيب البدال الاصلي بتاع العربية، ما بعدلش في البدال. بجيب القواعد الحديد بتاعة العربية، مش بعدل وبعمل قاعدة عمولة واجيب والحم والكلام ده كله. انا يمكن كذا مرة طلعت بصور وفيديوهات لعربيات متعدلة، قواعد مش بتاعة العربية اصلا، وبتيجي تركب كده وخلاص. فهنبدأ ان شاء الله نشوف كل حاجة على وضعها من مانوال، ولما نحول الاوتوماتيك هنوصل لحد فين ان شاء الله. في كده بدأنا اول مرحلة، هو ان احنا نفور في العربية. هو نادل العربية مبقاش فيه اصلا عربية اهوت. بدأنا نفك الطابلو خالص، ونبدأ نشيل بدلات بقى عشان نبدأ نحول عربيتنا الاوتوماتيك بإذن الله. اهو طبعا ولا ضفاير ولا اي حاجة خالص اهو. كل ده طبعا الضفاير كلها الداخلية دي لازم تتغير عشان ما يكونش عندي سلوك داخلة وخارجة بدون ما تكون راكبة في مكانها الطبيعي، عشان بمعنى اصح ما نعدلش في العربية يبقى فيها تعديل او سلوك تبقى مش شغالة صح، او حاجة يكون فيها مشكلة. كده بدأنا اهو. هنبدأ نغير بعد كده البدلات، لسه في ضفاير تانية هتتغير، ونبدأ نفور في باقي العربية ان شاء الله. انا عايز بس الناس الفيديو ده يا جماعة هيبقى كبير شوية، لان انا هجيب لك الموضوع بتفاصيله.
طبعا هنا كان في الشاسيه بتاع التابلو ده برضو بيتحل، في اجزاء من دي هتتحل تاني اهوت. وهنكمل معاكم الفيديو ان شاء الله برضو تاني من داخل صالون الماتريكس. ابقوا معنا. واحنا بنفار طبعا لقينا المنظر البشع دوت، اللي اكتر برضو من مرة اتكلمت مع الناس اصحاب الماتريكس في نظافة المكان ده. انا عايز اقول لك المكان دوت من اسوأ الاماكن الموجودة في العربية، بيتسبب في برومة وفي صدى وبيعمل معايا مشاكل كتير. لو ركزنا هنا كده اهو هيبدأ يعمل صدى في التوربيدو، وكمان كمية تراب مش قليلة، كمية التراب كتيرة جدا. يا ريت يا جماعة الموضوع المكان ده سهل ان انا احله، سهل جدا. يعني انا عشان احل المكان ده ادي صامولة اهي بتاع المساحة، وادي الصامولة التانية، وادي عندي مسمار اهو، يبقى مسمار مفك صليبة 2 3 4. هم دول كل اللي انا بحلهم عشان اوصل للمكان ده. المكان ده لو اتنضف مبدئيا كده مش هيدخل تراب عليا في العربية من جوه، لان احنا عندنا فتحة هنا اهي، يا رب توضح لكم اهي، دي داخلة العربية من الداخل. مع المشي بيبدأ التراب اللي هو موجود دوت يخش عندي على فلتر التكييف اهو، بيبدأ يخش عندي على فلتر التكييف، زائد ان هو بيخش يبهدل لي التابلو جوه. فالمكان ده يا ريت ننضفه. دي حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي قابلتني وانا بفور العربية في وقت التحويل اهو. يعني انا يا رب اكون وضحت لكم الصورة اهو. رب طريقة بكمية كبيرة جدا، مكان تقريبا ما بيتنضفش خالص. وطبعا وقفة العربية تحت شجر والكلام دوت، وهنا التروبيدو بيكون فيه هوايات بيبدأ يعبي معايا التراب وورق الشجر والحاجات دي. يا ريت نهتم بالمكان دوت. لو حضرتك مش هتقدر تعمله بنفسك، ده لو يعني حضرتك مش حابب، ممكن تشوف اي حد مثلا فني يعمله لك. وبكون معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل محبي ومتابعي قناة المصري لسند جميعا على السيارات. اهلا وسهلا مع حضراتكم جميعا مع تحويل الماتريكس النهاردة من مانوال اوتوماتيك. طبعا احنا في بداية الفيديو شرحنا ايه اللي هيتغير، وقلنا طبعا ضفيرة داخلية، ضفيرة خارجية، الفتيس، طقم قواعد، راديتير، عصاية فتيس، طبعا طقم بدلات دي اللي هي البدلات بتاع الفرامل، العصاية. وضحنا كمان ان احنا لازم نجيب حاجتنا كلها بتاعت سيستم واحد عشان تشتغل على عربيتنا كويس. بفضل الله سبحانه وتعالى احنا خلصنا. نقدر دلوقتي نشوف اهوت غياراتنا كلها دي 2 ال، وعندنا لمبة الهاند بريك، لمبة البطارية، لمبة الزيت، ولمبة التشيك انجن. طيب لمبة التشيك انجن هي اهم لمبة من بعد الكلام ده كله. يعني احنا عندنا لمبة الدينامو طبعا مهمة جدا، عشان لو مفيش شحن هي بتقولي ان في شحن او مفيش شحن. طيب لمبة الزيت لو لا قدر الله حصل اي تلف، عندي فلتر زيت لا قدر الله ضرب، ما عنديش زيت في الموتور، ايا كان بقى، دي وظيفتها في كده. طب التشيك انجن، اللمبة دي هي لمبة بيان للمحرك. اي عطل بيحصل عندي اللمبة دي بتكون هي
الحاجة الوحيدة اللي بتعرفني ان حصل مشكلة. بمعنى يعني انا عربيتي دلوقتي حصل لا قدر الله اي حاجة وانا ماشي في فتيس او في محرك، لازما اللمبة دي تنور. يعني عربيتي اشتغلت 3، موبينة فصلت، بوجي فصل، رشاش مشتغلش، كل الحاجات دي. طبعا بخلاف ان انت كصاحب عربية لازم يكون عندك خلفية ان العربية ماشية كويس او مش ماشية كويس. طيب دلوقتي طبعا العدادات دي بتكون هي العدادات دي اللي بتتغير بس. عندنا ادي عصاية الفتيس، طقم البدلات اوتوماتيك، ادي التابلو بتاع العربية رجع بالكامل طبعا الحمد لله زي ما كان، مع تحويل العربية من مانوال لاوتوماتيك. عربيتنا ما شاء الله رجعت كما يجب ان يكون. هنبص في اي حاجة طبعا مش هنحس ان في تعديل حصل في العربية خالص. اللهم صل على النبي. من اهم حاجة في التعديل يا جماعة هي بتكون القواعد، لان انا اكتر من مرة حصل وتجيلي عربات متحولة وبلاقي القواعد مش مظبوطة، او حد بيركب فتيس الفيرنا. طيب وبيركبوا قواعد الاكس دي. القواعد دي هي بتركب عادي، ولكن بتعمل تسنيدة جامدة في جسم العربية كلها. ده بيتسبب معايا في تلف في القواعد مستمر، وبيخلي اداء عربيتي مش كويس. طيب الفتيس، لا الفتيس يركب عادي، مادام هاخد منه في جزء لازم يتنقل من الفتيس بتاع الماتريكس عشان فتيس الاكس دي يركب على الماتريكس. ان شاء الله هبقى اصور الجزء دوت عشان برضو يكون الكلام واضح اكتر. وهننزل دلوقتي نشوف المحرك. عندنا طبعا المحرك اهوت، طبعا الضفيرة بالكامل اتغيرت. ادي الفتيس، الراديتير. طبعا احنا الترولو ده كان طبعا جوه هنا كان فيه رواسب كتيرة قوي، ما قدرناش نوضح لحضراتكم في فيديو تاني لان كان الوقت مش في صالحنا. لكن احنا الحمد لله العربية هي كل الضفيرة تمام. لو بصينا على مكان الماستر خلاص احنا قفلناه. عربيتنا اتحولت كده اوتوماتيك شرعي، مفيش فيها اي تعديل خالص في اي حاجة. القواعد اهيت كلها مظبوطة 100%، كلها ماتريكس. قواعدنا كلها بتاعت الماتريكس، مفيش حاجة متعدلة. فيا جماعة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي طبعا بنراجع الار بي ام مع السرعة. شوف طلعات العربية، النقلات، شوف العربية بتاخد غياراتها بالكامل. كده عربيتنا خدت كل غياراتها بالكامل بفضل الله.
نبدأ تاني اهوت، نطلع من البداية. طبعا غيارات العربية تبارك الله مش متحولة ولا أي حاجة، يعني مش معنى إنها متحولة يبقى فيها حاجة بتأخر أو رازعة والكلام ده، لأ، بفضل الله كل حاجة كما يجب أن يكون. طبعا انا بحاول ان انا هدي واطلع تاني وامشي وكده عشان اقدر اجيب كل حاجة بالتفاصيل، يعني اجيب نقلات العربية بالتفاصيل، طلعاتها. العربية الحمد لله بتطلع كويسة، مفيش فيها تقل في الطلعة، بتاخد غياراتها بتسلسل بدون اي ضغط او ان انا ادوس على العربية. العربية بتاخد غياراتها مرتاحة جدا بفضل الله. الاوتوماتيك طبعا في الزحمه مريح جدا، يعني انا بنصح اي حد بيكون طريقه سفر طول الوقت في الماتريكس. مانوال جميله في السفر، افضل من الاوتوماتيك في السفر. طبعا العربيه بيكون فيها اداء جبار بخلاف الاوتوماتيك، بالذات في الطريق المفتوح. انما لو داخلي بقى طول الوقت وغيارات وكده، لا، اوتوماتيك طبعا بيكون افضل راحة ليك انت عامة، لكن هو مش افضل في السفر. السفر دايما يكون مانوال، العربية بتبقى ماشية وبتدي اداء جامد يعني. زحمة زي ما احنا ما شايفين اهوت. انا طبعا بجرب العربية في طريق زحمة عشان اظبط اداء العربية طبعا، واشوف العربية لما بتمشي مشوار الفتيس بيعمل ايه معايا، براجع يعني بمعنى صح، براجع العربية كويس قبل ما اسلمها ان شاء الله. امبير الحرارة وامبير البنزين اهمت. طبعا الحرارة مظبوطة الحمد لله، امبيراتنا كلها تمام. لمبات الغيارات اهيت. بحاول طبعا اخش في طريق مفتوح اكتر عشان نحاول نجيب سرعة اعلى. انا الفيديو دوت يعني انا كل بعمل الفيديو ده ان انا بطمن الناس اللي حابه تحول وقلقانه، بطمن الناس مش اكتر. يعني انا بحاول في الفيديو ده اطمن الناس. ادينا وقفنا خالص اهو.
معلش يا جماعة احنا واقفين في إشارة. الناس اللي عايزة برضو تظبط الار بي ام مع السرعة، العربية ما شاء الله مظبوطة تمام. فلو عايز تظبط ار بي ام مع سرعة كده، انت دي فرصة. بص على الفيديو كويس، شوف الدنيا عندك تمام ولا مش تمام، يعني النقلات تيجي في نفس التوقيت اللي العربية تنقل فيه او لأ. شوف سرعتك متظبطة مع الار بي ام ولا لأ. الفيديو هيفيدك كويس جدا كمان، يعني مش لا، هيفيدك كويس. شوف العربية مثلا من التجميع من إلى، العربية ما شاء الله طبعا عشان احنا لسه مقفلين العربية فمراجعين عليها كويس. زائد ان احنا طبعا مفيش بفضل الله اي اعطال على الجهاز حتى. للأسف مش عارفين، مش لاقي طريق مفتوح. ده كيك داون.
انا طبعا وريتكم العربيه في السرعه الداخليه، بس هحاول بقى اشوف مكان تكون السرعه احسن، يعني احاول اجيب سرعه معينه كده بالعربيه، ونشوف النقلات مع بعضنا برضو. يعني احنا كده في البطيء شفنا العربيه كويسه جدا الحمد لله. فهنشوف في السريع طبعا، يعني ونسقط غيار امتى والكلام ده كله برضو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي طبعا بنراجع الار بي ام مع السرعة، شوف طلعات العربية، النقلات، شوف العربية بتاخد غياراتها بالكامل. كده عربيتنا خدت كل غياراتها بالكامل بفضل الله. هنبدأ تاني اهوت، نطلع من البداية. طبعا غيارات العربية تبارك الله مش متحولة ولا أي حاجة، يعني مش معنى إنها متحولة يبقى فيها حاجة بتأخر أو رازعة والكلام ده، لأ، بفضل الله كل حاجة كما يجب أن يكون. طبعا انا بحاول ان انا هدي واطلع تاني وامشي وكده عشان اقدر اجيب كل حاجة بالتفاصيل، يعني اجيب نقلات العربية بالتفاصيل، طلعاتها. العربية الحمد لله بتطلع كويسة، مفيش فيها تقل في الطلعة، بتاخد غياراتها بتسلسل بدون اي ضغط او ان انا ادوس على العربية. العربية بتاخد غياراتها مرتاحة جدا بفضل الله. الاوتوماتيك طبعا في الزحمه مريح جدا، يعني انا بنصح اي حد بيكون طريقه سفر طول الوقت في الماتريكس. مانوال جميله في السفر، افضل من الاوتوماتيك في السفر. طبعا العربيه بيكون فيها اداء جبار بخلاف الاوتوماتيك، بالذات في الطريق المفتوح. انما لو داخلي بقى طول الوقت وغيارات وكده، لا، اوتوماتيك طبعا بيكون افضل، راحة ليك انت عامة، لكن هو مش افضل في السفر. السفر دايما يكون مانوال، العربية بتبقى
ماشية وبتدي أداء جامد يعني. زحمة زي ما احنا ما شايفين اهوت. انا طبعا بجرب العربية في طريق زحمة عشان اظبط اداء العربية طبعا، واشوف العربية لما بتمشي مشوار الفتيس بيعمل ايه معايا، براجع يعني بمعنى صح، براجع العربية كويس قبل ما اسلمها ان شاء الله. امبير الحرارة وامبير البنزين اهمت. طبعا الحرارة مظبوطة الحمد لله، امبيراتنا كلها تمام. لمبات الغيارات اهيت. هحاول طبعا اخش في طريق مفتوح اكتر عشان نحاول نجيب سرعة اعلى. انا الفيديو دوت يعني انا كل بعمل الفيديو ده ان انا بطمن الناس اللي حابة تحول وقلقانة، بطمن الناس مش اكتر. يعني انا بحاول في الفيديو ده اطمن الناس. ادينا وقفنا خالص اهو. معلش يا جماعة احنا واقفين في اشارة. الناس اللي عايزة برضو تظبط الار بي ام مع السرعة، العربية ما شاء الله مظبوطة تمام. فلو عايز تظبط ار بي ام مع سرعة كده، انت دي فرصة. بص على الفيديو كويس، شوف الدنيا عندك تمام ولا مش تمام، يعني النقلات تيجي في نفس التوقيت اللي العربية تنقل فيه او لا. شوف سرعتك متظبطة مع الار بي ام ولا لا. الفيديو هيفيدك كويس جدا كمان، يعني مش لا، هيفيدك كويس. شوف العربية مثلا من التجميع من الى العربية ما شاء الله. طبعا عشان احنا لسه مقفلين العربية فمراجعين عليها كويس، زائد ان احنا طبعا مفيش بفضل الله اي اعطال على الجهاز حتى. للأسف مش عارفين، مش لاقي طريق مفتوح. ده كيك داون.
طبعا وريتكم العربية في السرعة الداخلية، بس هحاول بقى اشوف مكان تكون السرعة احسن، يعني احاول اجيب سرعة معينة كده بالعربية ونشوف النقلات مع بعضنا برضو. يعني احنا كده في البطيء شوفنا العربية كويسة جدا الحمد لله. فهنشوف في السريع طبعا يعني ونسقط غيار امتى والكلام ده كله برضو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي طبعا بنراجع الار بي ام مع السرعة. شوف طلعات العربية، النقلات، شوف العربية بتاخد غياراتها بالكامل. كده عربيتنا خدت كل غياراتها بالكامل بفضل الله. هنبدأ تاني اهو، نطلع من البداية. طبعا غيارات العربية تبارك الله مش متحولة ولا أي حاجة، يعني مش معنى إنها متحولة يبقى فيها حاجة بتأخر أو رازعة والكلام ده، لأ بفضل الله كل حاجة كما يجب أن يكون. طبعا انا بحاول ان انا اهدي واطلع تاني وامشي وكده عشان اقدر اجيب كل حاجة بالتفاصيل، يعني اجيب نقلات العربية بالتفاصيل، طلعاتها. العربية الحمد لله بتطلع كويسة، مفيش فيها تقل في الطلعة، بتاخد غياراتها بتسلسل بدون اي ضغط او ان انا ادوس على العربية. العربية بتاخد غياراتها مرتاحة جدا بفضل الله. الاوتوماتيك طبعا في الزحمه مريح جدا، يعني انا بنصح اي حد بيكون طريقه سفر طول الوقت في الماتريكس. مانوال جميله في السفر، افضل من الاوتوماتيك في السفر. طبعا العربيه بيكون فيها اداء جبار بخلاف الاوتوماتيك، بالذات في الطريق المفتوح. انما لو داخلي بقى طول الوقت وغيارات وكده، لا اوتوماتيك طبعا بيكون افضل، راح عليك انت عامه، لكن هو مش افضل في السفر. السفر دايما يكون مانوال، العربيه بتبقى ماشيه وبتدي اداء جامد يعني.
احنا ما شايفين اهوت. انا طبعا بجرب العربيه في طريق زحمه عشان اظبط اداء العربيه طبعا، واشوف العربيه لما بتمشي مشوار الفتيس بيعمل ايه معايا، براجع يعني بمعنى صح، براجع العربيه كويس قبل ما اسلمها ان شاء الله. امبير الحرارة وامبير البنزين اهمت. طبعا الحرارة مظبوطة الحمد لله، امبيراتنا كلها تمام. لمبات الغيارات اهيت. هحاول طبعا اخش في طريق مفتوح اكتر عشان نحاول نجيب سرعة اعلى. انا الفيديو دوت يعني انا كل اللي بعمل الفيديو ده ان انا بطمن الناس اللي حابه تحول وقلقانه، بطمن الناس مش اكتر. يعني انا بحاول في الفيديو ده اطمن الناس. ادينا وقفنا خالص اهو. معلش يا جماعه احنا واقفين في اشاره. الناس اللي عايزه برضو تظبط الار بي ام مع السرعه، العربيه ما شاء الله مظبوطه تمام. فلو عايز تظبط ار بي ام مع سرعه كده، انت دي فرصه. بص على الفيديو كويس، شوف الدنيا عندك تمام ولا مش تمام، يعني النقلات تيجي في نفس التوقيت اللي العربيه تنقل فيه او لا. شوف سرعتك متظبطه مع الار بي ام ولا لا. الفيديو هيفيدك كويس جدا كمان، يعني مش لا، هيفيدك كويس. شوف العربيه مثلا من التجميع من الى العربيه ما شاء الله طبعا، عشان احنا لسه مقفلين العربيه فمراجعين عليها كويس. زائد ان احنا طبعا مفيش بفضل الله اي اعطال على الجهاز حتى. للأسف مش عارفين، مش لاقي طريق مفتوح. ده كيك داون.
طبعا وريتكم العربية في السرعة الداخلية، بس هحاول بقى اشوف مكان تكون السرعة احسن، يعني احاول اجيب سرعة معينة كده بالعربية، نشوف النقلات مع بعضنا برضو. يعني احنا كده في البطيء شوفنا العربية كويسة جدا الحمد لله، فهنشوف في السريع طبعا يعني نسقط غير امتى والكلام ده كله برضو ان شاء الله. واحنا بنفار طبعا لقينا المنظر البشع دوت، اللي اكتر برضو من مرة اتكلمت مع الناس اصحاب الماتريكس في نظافة المكان ده. انا عايز اقول لك المكان دوت من اسوأ الاماكن الموجودة في العربية، بيتسبب في برومة وفي صدى وبيعمل معايا مشاكل كتير. لو ركزنا هنا كده اهو هيبدأ يعمل صدى في التوربيدو، وكمان كمية التراب مش قليلة، كمية التراب كتيرة جدا. يا ريت يا جماعة الموضوع المكان ده سهل ان انا احله، سهل جدا. يعني انا عشان احل المكان ده ادي صامولة اهي بتاع المساحة، وادي الصامولة التانية، وادي عندي مسمار اهو، يبقى مسمار مفك صليبة 2 3 4. هم دول كل اللي انا بحلهم عشان اوصل للمكان ده. المكان ده لو اتنضف مبدئيا كده مش هيدخل تراب عليا في العربية من جوه، لان احنا عندنا فتحة هنا اهي، يا رب توضح لكم اهي، دي داخله العربية من الداخل. مع المشي بيبدأ التراب اللي هو موجود دوت يخش عندي على فلتر التكييف اهو، بيبدأ يخش عندي على فلتر التكييف، زائد ان هو بيخش يبهدل لي الطابلو جوه. فالمكان ده يا ريت ننضفه. دي حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي قابلتني وانا بفور العربية في وقت التحويل اهو. يعني انا يا رب اكون وضحت لكم الصورة اهو، يا رب طريقة بكمية كبيرة جدا، مكان تقريبا ما بيتنضفش خالص. وطبعا وقفة العربية تحت شجر والكلام دوت، وهنا التروبيدو بيكون فيه هوايات، بيبدأ يعبي معايا التراب وورق الشجر والحاجات دي. يا ريت نهتم بالمكان دوت. لو حضرتك مش هتقدر تعمله بنفسك، ده لو يعني حضرتك مش حابب ممكن تشوف اي حد مثلا فني يعمله لك، وبيكون معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل محبي ومتابعي قناة المصري لصيانة جميع انواع السيارات. اهلا وسهلا مع حضراتكم جميعا مع تحويل الماتريكس النهارده من مانوال اوتوماتيك. طبعا احنا في بداية الفيديو شرحنا ايه اللي هيتغير، وقلنا طبعا ضفيرة داخلية، ضفيرة خارجية، الفتيس، طقم قواعد، راديتير، عصاية فتيس، طبعا طقم بدلات دي اللي هي البدلات بتاع الفرامل، العصاية. ووضحنا كمان ان احنا لازم نجيب حاجتنا كلها بتاعت سيستم واحد عشان تشتغل على عربيتنا كويس. بفضل الله سبحانه وتعالى احنا خلصنا. نقدر دلوقتي نشوف اهوت غياراتنا كلها، دي 2 ال، وعندنا لمبة الهاند بريك، لمبة البطارية، لمبة الزيت، ولمبة التشيك انجن. طيب لمبة التشيك انجن هي اهم لمبة من بعد الكلام ده كله. يعني احنا عندنا لمبة الدينامو طبعا مهمة جدا، عشان لو مفيش شحن هي بتقول ان في شحن او مفيش شحن. طيب لمبة الزيت لو لا قدر الله حصل اي تلف، عندي فلتر زيت لا قدر الله ضرب، ما عنديش زيت في الموتور، ايا كان بقى، دي وظيفتها في كده. طب التشيك انجن اللمبة دي هي لمبة بيان للمحرك. اي عطل بيحصل عندي اللمبة دي بتكون هي
الحاجة الوحيدة اللي بتعرفني ان حصل مشكلة. بمعنى يعني انا عربيتي دلوقتي حصل لا قدر الله اي حاجة وانا ماشي في فتيس او في محرك، لازما اللمبة دي تنور. يعني عربيتي اشتغلت 3، موبينة فصلت، بوجيه فصل، رشاش مشتغلش، كل الحاجات دي. طبعا بخلاف ان انت كصاحب عربية لازم يكون عندك خلفية ان العربية ماشية كويس او مش ماشية كويس. طيب دلوقتي طبعا العدادات دي بتكون هي العدادات دي اللي بتتغير بس. عندنا ادي عصاية الفتيس، طقم البدلات اوتوماتيك، ادي التابلو بتاع العربية رجع بالكامل طبعا الحمد لله زي ما كان، مع تغيير، مع تحويل العربية من مانوال لاوتوماتيك. عربيتنا ما شاء الله رجعت كما يجب ان يكون. هنبص في اي حاجة طبعا مش هنحس ان في تعديل حصل في العربية خالص. اللهم صل على النبي. من اهم حاجة في التعديل يا جماعة هي بتكون القواعد، لان انا اكتر من مرة حصل وتجيلي عربات متحولة وبلاقي القواعد مش مظبوطة، او حد بيركب فتيس الفيرنا. طيب وبيركبوا قواعد الاكس دي. القواعد دي هي بتركب عادي، ولكن بتعمل تسنيدة جامدة في جسم العربية كلها. ده بيتسبب معايا في تلف في القواعد مستمر، وبيخلي اداء عربيتي مش كويس. طيب الفتيس، لا الفتيس يركب عادي مادام هاخد منه الجزء اللي بيتغير. في جزء لازم يتنقل من الفتيس بتاع الماتريكس عشان فتيس الاكس دي يركب على الماتريكس. ان شاء الله هبقى اصور الجزء دوت عشان برضو يكون الكلام واضح اكتر. وهننزل دلوقتي نشوف المحرك. عندنا طبعا المحرك اهوت، طبعا الضفيرة بالكامل اتغيرت. ادي الفتيس، الرادياتير. طبعا احنا الترولو ده كان طبعا جوه هنا كان فيه رواسب كتيرة قوي، ما قدرناش نوضح لحضراتكم في فيديو تاني لان كان الوقت مش في صالحنا. لكن احنا الحمد لله العربية هي كل الضفيرة تمام. لو بصينا على مكان الماستر خلاص احنا قفلناه. عربيتنا اتحولت كده اوتوماتيك شرعي، مفيش فيها اي تعديل خالص في اي حاجة. القواعد اهيت كلها مظبوطة 100%، كلها ماتريكس. قواعدنا كلها بتاعت الماتريكس، مفيش حاجة متعدلة. فيا جماعة هي الفكرة دي بتكون طريقة تنظيف علبة البيئة في الماتريكس. ده منظف بيئة مانول بيكون 40 على 2500 لفة. في جزء لازم يتنقل من الفتيس بتاع الماتريكس عشان فتيس الاكس دي يركب على الماتريكس. ان شاء الله هبقى اصور الجزء دوت عشان برضو يكون الكلام واضح اكتر. وهننزل دلوقتي نشوف المحرك. عندنا طبعا المحرك اهوت، طبعا الضفيرة بالكامل اتغيرت. ادي الفتيس، الرادياتير. طبعا احنا
التوربيدو ده كان طبعا جوه هنا كان فيه رواسب كتيرة قوي، ما قدرناش نوضح لحضراتكم في فيديو تاني لان كان الوقت مش في صالحنا. لكن احنا الحمد لله العربية هي كل الدخول تمام. لو بصينا على مكان الماستر خلاص احنا قفلناه. عربيتنا اتحولت كده اوتوماتيك شرعي، مفيش فيها اي تعديل خالص في اي حاجة. القواعد اهيت كلها مظبوطة 100%، كلها ماتريكس، قواعدنا كلها بتاعت الماتريكس، مفيش حاجة متعدلة. فيا جماعة هي الفكرة